السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. فيديو النهارده محتاج منك ان انت تركز قوي عشان المشكله اللي بتواجه اغلب الناس، وهي ان احنا مش عارفين نطلع فكره قويه. فانا جايب لك النهارده تريكايه صايعه قوي وحل سحري هيساعدك ان انت تطلع افكار كتير جدا كرييتيف. وهنبدا ان احنا نفكر مع بعض كده بصوت عالي. بس ما تنساش لو انت مش مشترك في القناه تشترك وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتكتب لي كومنت بس بعد ما تشوف الفيديو عشان نشوف انت استفدت ولا لا. ويلا بينا. مبدئيا كده عايزين نسأل نفسنا سؤال: هو في حاجة تساعدني ان انا اطلع افكار؟ بص، هو مفيش منهج او خطوات تمشي عليها تطلع لك افكار، ولكن الموضوع بيعتمد على اكتر من حاجة، على مثلا التغذية البصرية، على عدد سنين الخبرة. بس انا جايب لك النهاردة طريقة من ضمن الطرق هتساعدك ان انت تطلع فكرة الى حد ما مختلفة واتراكتيف. ايه هي الطريقة بقى يا عم مدحت عشان انت شوقتني؟ بص كده معايا على الصورة اللي ظاهرة قدامك على الشاشة، الورق الكتير جدا اللي طالع ده عندي حاجه اسمها الفيجوال اكزاجيريشن او المبالغه البصريه. يعني ايه بقى الموضوع ده؟ بيقول لك ان انت بتبالغ في حجم الحاجه او في عرض المشكله. طيب تاثيرها ايه؟ اول حاجه بتلفت الانتباه بسرعه جدا لانها بتبقى حاجات غير متوقعه. هوري لك امثله تاني دلوقتي. تاني حاجه بتبسط الفكره. ليه؟ لان انت بتبالغ في عرض المشكله. تالت حاجه الناس بتفهم الرساله على طول. يبقى انت بسطت الفكره، وضحت الرساله او وصلت الرساله والناس فهمتها على طول. يبقى انت كده حققت كل المقاييس بتاع الاعلان الناجح. طيب الصوره اللي قدامك دي لو جينا كده فكرنا مع بعض وقلت لك الصوره دي ممكن تكون بتعبر عن ايه، فممكن يبقى ان انت بتتسوق او بتعمل شوبينج بشكل زايد عن الحد. يبقى ممكن نلعبها لعبه شوبينج. ممكن ان انت مصاريفك خارجه عن السيطره او مصاريف البيت خارجه عن السيطره. ممكن للناس اللي هي مدمنه التسوق نلعب على ادمان التسوق. وممكن نعبر عن ان هي عروضنا ما بتخلصش فالناس بتطلب كتير وفي سيلات كتير وفي حاجات كتير. بص كده معايا كمان على الصورة دي برضو مبالغة في حجم الكلب او في طول الكلب. فده ممكن يبقى منتج عن تغذية الكلاب او حاجة شبه الدراي فود او ما الى ذلك. ممكن يبقى منتج قابل للتمدد وان انت تعرف تعمل له استرتش. تعال برضو بص معايا كده على الصورة دي. الصورة دي ممكن تكون بتعبر عن ان انت بتقعد وقت طويل جدا على السوشيال ميديا، او ان البطارية مثلا بتدوم لفترة طويلة، او ان مثلا شركة كونتنت، او هنتكلم على الكونتنت فهنقول مثلا ان الكونتنت عندنا ما بيخلص. وافكار تانية كتير جدا لو قعدت من هنا لبكره ممكن اطلع افكار في المواضيع دي. طيب خلي بالك من نقطة مهمة قوي: المبالغة او الاكزاجيريشن اللي احنا بنقول عليها دي لو استخدمتها بشكل عشوائي عشان بس تلفت الانتباه انت هتبوظ الدنيا. طيب لحد كده حلو قوي. انا مطلوب مني تصميم بيتكلم عن التسوق او الشوبينج، ابلكيشن مثلا موبايل بيتكلم عن التسوق او الشوبينج. فانا هفتح فريبك وهختار الاي اي جنريتد وهكتب شوبينج اكزاجيريشن. تعالى بص كده الافكار اللي طلعت. بص كده فكره ان السله كبيره جدا فانت بتتسوق بشكل كبير فمفيش حجم سله كده، يبقى انت بالغت في الحجم بتاع السله. هتلاقي في حاجات كتير قوي عن موضوع السله ده. بص برضو الاستوكيه دي حلوه جدا وكاتشي، ولو عملت شخص مثلا ماسكها كده وكتبت سلوجان خلاص التصميم خلص ووصل لي الرساله. وحاجه غير متوقعه فبالتالي هتبقى اتراكتيف وهتبقى ملفتة للناس. بص كده معايا برضو على الصورة دي. الصورة دي معبرة جدا عن الموضوع. فمثلا لو استخدمنا سلوجان بسيط قوي: بتشتري كل ده، خلي التجربة اسهل مع ابلكيشن كذا. الست برضو مبالغ في حجم الشوبينج اللي بتعمله فشايلة بص كم الحاجات اللي هي شايلها على ظهرها. فانت هتيجي تفتح مقاس بالطول حلو، وهنيجي هنسحب الصورة بتاعت المول دي عشان تعبر معايا عن الشوبينج. وهاجي من سيلكت هنا هعمل سكاي فهيبدأ ان هو يحدد لي السما. بعد كده هضغط الت وهضغط على اداة الماسك فهلاقيه عمل لي شل السما بالشكل ده. هضغط كليك يمين وهختار من هنا وارب، ومن هنا هبدأ اختار دي تبقى ارك وهخلي دي 20 وهكبرها شوية وانزلها تحت هنا بالشكل ده. بعد كده هجيب صورة السما دي اخليها هنا وهكبرها بالحجم ده. حلو قوي. بعد كده هاخد عندي صورة الموديل هفتحها في لير واحدة وهعمل ريموف باك جراوند من الفوتوشوب فيبدأ ان هو يفرغ لي الخلفية. وهعمل كليك يمين سمارت اوبجكت وهسحبها هحطها هنا وهطلعها كده اصغرها شوية واخليها هنا بالشكل ده. وهاجي على اللير بتاع السما هسحب الساتوريشن شوية بالشكل ده تمام.
وهديها كده سنة كيرفز، هغمق من هنا وافتح من هنا. بعد كده هديها ليفلز وهبدأ اغمق ده، وهعكس الماسك بكنترول اي وهبدأ ان انا ايه اغمق من هنا كده. بعد كده هعمل كيرفز على الصورة بتاع المبنى وهعكس الماسك وهبدأ ان انا ايه اغمقه كده من هنا، وبرضه هسيبه فاتح من الناحية دي. وهجيب الشمس بقى احطها من هنا عشان ااكد على اتجاه الاضاءة ان هو فعلا جاي من هنا، وهاخدها انزلها كده اخليها جايه من ناحيه الشجر بالشكل ده. جميل قوي. بقى عندي كده تظبيط اضاءه الموديل، فهعمل ليفلز وهعمل ماسك وهبدا ان انا افتح كده من ناحيه اليمين وهعكس الماسك. هختار البرش البيضه الناعمه خالص وهكبرها بالشكل ده، وهبدا ان انا ايه افتح عندي هنا من الجهه المواجهه للشمس. وعلى العكس هعمل ليفلز وهبدا ان انا اسحب الابيض ده كده واغمق ده من هنا كده ناحيه اليمين واعكس الماسك، وبنفس الفرشه ابدا ان انا ايه اغمق الجزء اللي هو مش مواجه للاضاءه ده. بعد كده هتيجي تعمل لاير فاضيه على الموديل وتختار اللون الابيض وتصغر الفرشه كده، وتبدا ان انت ترسم ريم لايت كده على المنتج عشان برضو يرسم لك الاضاءه بشكل اكتر. فنبدا ان احنا بقى نديها وقتها لان دي بتظبط التصميم جدا، ونبدا ايه نرسم الاضاءه كده واحده واحده. ونيجي على الوش نفتح الوش مثلا من هنا، واجي على الجردل ابدا ان انا انوره برضو من هنا، وبتاعه الزرع دي ابدا ان انا انورها، وكل الكلام الجميل ده. بعد كده هاجي على الطريق والشمس والسماء وكل الحاجات دي هعمل كولر بالانس، هسحبه ناحيه الاصفر وناحيه الاحمر بالشكل ده، هسحبه ناحيه الاصفر كمان بالشكل ده عشان اديله التون اللي هو مصفر شويه ده عشان يمشي مع الوان الموديل، لان هي شايله حاجات بنيات وبيجات فيمشي مع الدرجه دي. وهاجي بعد ما اخلص هعمل كولر لوك اب وهبدا اختار الكولر لوك اب سكين تون واحد ده، هسيبه لك في وصف الفيديو، وهبدا اقلله شويه خليه مثلا 50%، وبعدين هعمل كولر بالانس ابدا ايه اظبطها بالشكل ده. فعندي كده اب وكده بقى جميل جدا. هحتاج بس دي محتاجه مني ان هي تنزل شويه، الطريق بالمبنى ده ينزل كده شويه، ممكن اصغره وانزله تحت برده شويه، وهاخد السما دي اكبرها عندي بالشكل ده. اخر حاجه وهي ان انا اعمل شادو للموديل عندي. فاحنا قلنا لو الموديل واقف بالجنب او واقف توب فيو مش فرونت فيو صريح، فانا لازم اجيب صوره سيلويت زي دي وابدا ان انا اخدها احطها وارسم واظبط الشادو بتاعها. مش هينفع ان انا دبليكيت اللاير دي واعملها. فهاخد الصوره دي انا شايفها مناسبه لان برضو هي واقفه قافله رجلها شويه، فقفله الرجل دي ولابسه كعب هنا مش جزمه فلات، فهتبقى مناسبه معايا. هسيب لك برضو لينك الفايل ده في وصف الفيديو لو حبيت ان انت تطبق، وهنزلها تحت لاير الموديل وهعمل لها سمارت اوبجكت. بعد كده هعمل لها كليك يمين ديستورت وهبدا ان انا ايه اسحبها كده. بعد كده في حاجات هتضطر ان انت ترسمها. هنكمل رسمه للشكل ده، هعمل مثلا الجزء بتاع الكعب ده كده، وهعمل الجزء اللي هنا ده كده بالشكل ده، وهاجي هدمج كل دول مع بعض از سمارت اوبجكت. بعد كده من فلتر بلور هختار جاوزيان بلور، وبعدين هاجي من فلتر هختار بلور جاليري. بعد كده هختار التلت شيفت وهبدا انزل دي عندي هنا كده. بعد كده انت عندك البلور في الخط المنقط ده والخط السليم، فهتبدا ان انت من الدايره دي تبدا ان انت ايه تزود البلور ده شويه وتخليه بالشكل ده، وبعدين هنقلل الاوباستي عندنا شويه بالشكل ده. بعد كده هاجي هعمل لاير فاضيه وهختار الفرشه الناعمه، وهاجي كده هرسم كونتاكت شادو عندي بالشكل ده. شايف انا ان الاضاءه لاسعه هنا قوي شويه، فهاجي من الليفلز دي هبدا ان انا بس خليها طبيعيه اكتر كده، قبل كده بعد كده احسن كتير عشان برضو انا عامل ريم لايت. وهاجي بس هغمق الطريق اللي قدام عندي ده، فهاجي من هنا هعمل لاير سودا كده وهبدا ان انا ايه اخفف الاوباستي شويه. بعد كده هعمل ماسك وممكن اسحبها من ناحيه اليمين بالشكل ده. انا كده وصلت الفكره، المسج واضحه، الصوره اتراكتيف، حققت كل حاجه. ممكن ان انا اجيب صوره ايد ماسكه الموبايل واحطها هنا كده على اساس ان الموديل دي بصلها، بس هتبدا تصغر الايد وبالجنريت تكملها، وتحط هنا مثلا صوره الابلكيشن والسلوجان اللي هو بتشتري كل ده، خلي التجربه اسهل مع الابلكيشن، فان هي شايله كل ده وبتبص للابلكيشن بحماس كده. فدي ممكن تعملها. ولو ما عملتهاش الفكره بالنسبه لي كده واضحه جدا ووصلت المعنى او الهدف بتاعها. وبكده اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو. هسيب لك لينكات الحاجات دي كلها في وصف الفيديو. اتمنى تكتب لي رايك في الكومنتات، هل ان انت استفدت او لا. ولو عندك تصميم شغال عليه، اول حاجه ابدا دور على المبالغه دي، هل التصميم او الفكره اللي عندي تطلع المبالغه. بنسبه كبيره هتلاقي حاجات كتير جدا ينفع ان انت تعملها بالطريقه دي. وهستأذنك لو انت طبقت على اي درس ونزلته على اي سوشيال ميديا، يا ريت تعمل لي منشن لان ده بيفرق معايا جدا. اشوفكم في فيديوهات جايه اقوى واقوى.
سلام.